الإيمان المطلق بأن هذه القضية العاجلة ستعالج بقوة سيأتي الفرسان على جيادهم البيضاء من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب ومن هيئة الأمم المتحدة. لم يحدث شيء من هذا. في الآونة الأخيرة بعد أوسلو قالوا لم يعد مبرر لشعر المقاومة. لماذا تكتبون شعر مقاومة؟ وقلت لهم هل حررتم فلسطين ليلتغي دور المقاومة؟ هل انتهى الاحتلال لينتهي دور المقاومة؟ هل تحرر العراق؟ هل تحرر الوطن العربي؟ هل سقط مشروع سايكس بيكو الخطير حتى يلتغي دور المقاومة وشعر المقاومة؟ وأكثر من ذلك أقول نحن لم نطلق على أنفسنا لقب شعراء المقاومة. اللقب جاءنا من خارجنا.